ما دام لم يصرح انا ما اقدر امسكه بشيء، ما اقدرش امسكه، ماذا امسكه؟ لا خلينا اسالك، نشوف. هذه القضيه تاع الفيزا الالكترونيه اللي دارتها المملكه المغربيه نظام المخزن، هو عنده هدفين. ايوه. هي استهدافا للجمهور الجزائري، لان عند المملكه المغربيه تعرف ان الشباب الجزائري عنده منحه من الدوله $750 للسياحه في العام. لذلك عارفه لان هناك ياتي الكثير من الجزائريين، ومنها لكي تنقص العدد. وعندهم هدف ثاني، هدف وانت مغرب. لا، لحظه، انتم تقدروا تفشلوهم، تقدروا تفشلوا هذا الموضوع بان يستثنى هذا الامر في الجزائر، وان يسمح للجزائري بان يدخل 5000 يورو عادي، وتكون فشلت المغرب، فشلت التاشيره هذه. لا يا اسعد، 750 منحه من الدوله اذا اردت وانت أن وانت وانت ناوي تجي تقعد شهر ب 750 في المغرب ما تكفيك اسبوع. 750 يورو والجزائري ياتي الى اسبوع، لا ياتي لي جلس شهر. 750 يورو منحه، لكن هناك الذي ياتي 1000 يورو اخرى، هناك الذي ياتي ب 2000 يورو، لكن منحه من عند الدوله 750 يورو منحه. طيب انت لماذا على اي اساس اعتبرت ان هذا قرار الفيزا ولو انه موجود في كل الفعاليات الرياضيه يستهدفك انت كجزائري؟ ليش اخذته؟ الان اقول لك، وهناك هدف ثاني، هدف مغربي اماراتي صهيوني، هو بيع المعلومات البيومتريه الجزائريه للكيان الصهيوني، لمنظومه بيغاسوس للتجسس، مثل ما فعلوا مع حزب الله، الهواتف النقاله. هذا هو الشيء الاول الذي يريدونه. اين تجد الامارات والمغرب والكيان الصهيوني؟ اعرف لي هناك خدعه ومكيده سوف تحدث. الهدف الرئيسي يقول لك هو بيع المعلومات البيومتريه للشباب الجزائري الذي سوف ياتي الى المغرب. ولكن انا من منبر نقول للمملكه المغربيه والمخزن، نقول لهم بلي الجزائريين سوف ياتون بجوازات سفر اوروبيه. انا واحد سوف اذهب الى المغرب بجواز سفر اوروبي، لا استعمل جواز سفر الجزائري واتي بدون تاشيره، واذهب الى كازا واذهب الى الكريان امام الملعب واصور فيديوهات هناك وكل شيء. دابا ولا يعني انت نعم. من نيتك يعني انهم بياخذوا معلوماتكم؟ نعم اسعد، نعم اسعد، تستهزئ بهذا الشيء، انه امر صعب. المعلومات البيومتريه اسعد فيها كل شيء. ولماذا تخاف ان تؤخذ معلوماتك؟ ما المشكله ان تؤخذ معلوماتك؟ من انت؟ الاخ اسعد، كيف من نحن؟ من انت حتى تكون معلوماتك مهمه للامارات واسرائيل والمغرب؟ من انت؟ كيف من نحن؟ أنا جزائري أسعد. أيوة جزائري يعني معلوماتك هذه يعني خلينا نفهم. أنت قال لك تأخذ معلوماتنا، لماذا لا يفكر بقية الجنسيات مثلك؟ لماذا لا يفكر بقية الناس مثلك؟ لماذا لا يفكر التونسي مثلك هكذا بنفس التفكير؟ يعني ما التونسي أيضا معنا في المخطط. تونس في المخطط، يعني على اساس انكم الان انكم الذي بقيت في الممانعه والمماتعه. ايوه باقي دولتين. هي تونس والجزائر. يا اخي احنا في فعاليه رياضيه، ليش نعم تستهدف في الرياضه، تستعمل السياسه يا اخ اسعد، تستعمل السياسه. طيب عندما ذهبتم الى كاس العرب والى كاس العالم وطبق عليكم نفس الشيء، ولا قطر قبلة المظلومين ولا ما هي؟ لماذا لم أسعد وثائق هناك في قطر، وثائق ببطاقة تعريف وصورة طبق الأصل لجواز سفر، هناك تأشيرة سهلة وتخلص 20 دينار، 20 ريال قطري ولا هذا فقط. لكن هذا المغرب بيومترية، إنها تريد البيانات البيومترية، كل هذا رقم الهاتف. يا اسعد نظام بيغاسوس اسعد، انهم متهمين اسعد في البرلمان الاوروبي، في المحكمه الدوليه، متهمين اسعد، يريدون بيع بياناتنا للكيان، هم الامارات. يا اخي ماذا يفعل بها الكيان؟ والامارات يا اخي الله يهديك، ما انت اسماعيل هنيه ذا الحين ولا خالد مشعل؟
من انت عشان ياخذوا بياناتك؟ صلى على رسول الله. والله لو تعطيني اخر بياناتك قلعه الان. الممانعه، اخر الجزائريه، اخر قلعه صمود يا اسعد، اخر قلعه يا اخي الصمود. جاي تلعب كره ولا جاي تحرر غزه يا اخي انت؟ ما انا ما فهمت، انا ما فهمت. يا اخي اسعد، من حقنا نعبر على افكارنا السياسيه في كره القدم. انظر الى الملاعب، كل الملاعب الجزائريه، كل الملاعب الجزائريه في الديربي وغير الديربي نهتف لفلسطين. تستطيع تهتف في المغرب ما لا، انتظر. يا تستطيع ان ترى حبيبي مقابله يا الجزائر فلسطين. انتظر يا اسعد، انتظر. تستطيع ان ترى مقابله الجزائر فلسطين وترى الرساله التي وجهت من تلك المقابله. حبيبي لا، لو سمحت يا اخي، لو سمحت. قسما بالله يا اخي، قبل ان ما تصحى انت من النوم، والجمهور المغربي اول من غنى لفلسطين من داخل المغرب. يا اخي انتم كيف تفكروا؟ يا اسعد هم يقلدون يا اخي لحظه، ايش يقلدوك يا اخي؟ صل على رسول الله. اصبر الله يهديك. قسما بالله العظيم، قسما. خليني اهدر انا. الله يهدر مخك يا اخي. قسما بالله العظيم، لو انا لقجع وانا لي سلطه والله ما اكتفي بتاشيره حتى افرض عليك السلامه العقليه. قسما بالله العظيم. باسبور اوروبي يا اسعد، انا ذا باسبور اوروبي يا اخي ما باسبور اوروبي بيجيبوك ويجيبوا جدك، حتى بيجيبوا بالسيارات هذه غياك اول ما تمر من عندها تعرفك على طول. اتق الله يا اخي. انت الان يا حبيبي الرجاء البيضاوي قسما بالله اغنيته تردد الان على السنه الناس، يعني ستخلد. مسروقه من عندنا يا اسعد، تقليد. ايش من مسروقه؟ كل شيء سرقوه من عندك يا اخي. كله تقليد، والله كله تقليد. والله انك اللي سرقت انت، والله انك اللي سرقت انت. اسعد الا في نفسك، كله تقليد ليس اصلي، كله تقليد ليس اصلي. طيب لحظه. طيب انا اكتشف الان. يلا ردد لي انت كلمات الاغنيه وانت الجزائري. يا اسعد يا الحبيبه فلسطين، والله كله تقليد. رددها لي اذا هم سرقوها منك. وريني يا اخي انك تحفظها. يا اخي وريني انك تحفظها. انت. كادر جابوني قلدوها وقالوا المغرب، واغنيه رضا الطلياني قلدوها يا اسعد. انظر يا اسعد. اسمع يا اخي، اسمع يا اخي ما يا اخي اسمع. يا اخي قر الله يلعن ام فرنسا. اسمع يا اخي صلى على رسول الله. ايش قلدوا فيك؟ الله يرحم لك الوالدين. ايش عندك انت حاجات تقلد يا اخي؟ انت بنفسك مقلد. اسمعني اتحداك تردد لي اغنيتي الحبيبه فلسطين. يلا انت الان جزائري وهي ديالك، اتحداك تقولها قدام الناس. يلا يا اسعد، ليس لديهم هم غناء، هم كله تقليد يا اخي. انت كيف انت يا حبيبي؟ لا تدخلني في الراي، خلينا في التاشيره. في الراي، في الموسيقى الرياضيه، في كلها تقليد. اسعد تقليد. ما بيش معي الحجر يا اولى. الحجر بعيد. الحجر بعيد. انتظر. اسماء المغنيين يقلدونهم. بلال جونيور، الطلياني جونيور، كلهم تقليد يا اسعد. ماذا تقول حبيبي؟ كلهم تقليد. شوف هذا انا لابس لك النظاره حق. خلينا من التقليد. يا اسعد، انا هذا المنبر نقول احذروا الشعب الجزائري والشعب التونسي من البيانات تاعكم. راح تتكلم على بلدك، تتكلم على بلادك. الكيان الصهيوني يحيد كاع البيانات. ايوه قول له يا تونسي. قول له لا يتدخل فيكم يا تونسي. لو سمحت خليه يكمل. اعطيني كلمه. الله يرحمه. انا بعطيك تكلم على بلادك يا اخي. تكلم على بلدك، لا تدخل. Tu es là depuis là, oui? Oui, je suis venue pour une petite semaine. C'est bien, alhamdoulilah. Ça fait du bien, exactement, ça fait du bien. Exactement, un petit peu de cadeau. Moi, je suis à Porte-Banus. Oui, je suis à côté du Mistral. D'accord. À côté du Mistral. L'avantage, c'est qu'on peut partir au Maroc quand on veut. هذا هو l'avantage. مع ديك غادي دابا ولات بحيثوا ليها les semaines اللي كانت عندها du lundi au dimanche. دابا à partir du 1er octobre. Qu'il y a mardi, je crois qu'il y a 3 fois par semaine. D'accord, il y a Ryanair aussi qui fait. Mais tu pars à Rabat. Il n'y a pas à Casa, non? Non, à Marrakech. Marrakech et Rabat, Marrakech et Rabat. Ryanair. Non, je préfère un direct. Les billets ne sont pas chers, dire Air Arabia. Ah bon? Le billet que je vais prendre maintenant fait 25 kilos. Tu choisis ta place, prioritaire, je passe en priorité.